استغفر الله العظيم يا رب. يا جدي يا جدي، ما انت اللي فهمت غلط يا جدي. احنا كناش بنقول ايه الحل ايه الحل، احنا كنا بنقول ايه الحل ايه الحل. انت اللي فهمت غلط واتقلبت علينا واتعوجت اخر يومين نعمل لك ايه بس. ايه يا دول الحكايه بالظبط؟ دي حكايه حكاوي والله، لو سمعتها ترجع تقول ولا يوم من ايامك يا جدي يا مارسيل كولر. واحنا الصراحه بنعيش يومين الواحد مش عارف يقول ولا يوم من ايامك يا فايلر ولا يا موسيماني ولا يا كولر. ربنا يجعل في وش كابتن عماد النحاس القبول، قول امين. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء سعيد، مساء شريف لجمهورنا العظيم وعائلتنا الفخيمه. حلقه مليانه بالاخبار وجاي لك اخيرا بقاهر مارسيل كولر المدير الفني اللي ضرب انديه كبيره جدا على مستوى العالم. اولا كده سؤالين وتصويتين في بدايه الحلقه. شايف ان لو مارسيل كولر معاه التيم الحالي للنادي الاهلي كان الوضع اتغير عن فقدان الشغف اللي الراجل كان بيدير بيه الموسم الاخير مع النادي الاهلي، ولا فقدان الشغف برضو اللي كان هيكون مسيطر وما كانتش في حاجه جديده هتحصل؟ والسؤال الثاني والاهم، شايف ان ابراهيم عادل يشكل اضافه للنادي الاهلي والنادي الاهلي مطالب ان هو يتدخل للتفاوض معاه طالما في اخبار طلعت النهارده ان نادي الجزيره الاماراتي منفتح على رحيله بنهايه الموسم؟ قول لي رايك تحت في التعليقات وانت تضغط على عداد اللايكات. بقول لكم شابوه يا جماعه، ابتداء من حلقات امبارح الحلقات ابتدت توصل ل 4000 ونص 5000 مع اول ساعه ساعتين. عائلتي فخيمه يا جماعه، يخبط عينك على عداد اللايكات وقبل اي حاجه عشان ما ننساش. اللهم يا رب فرجها على اخواننا وارحم شهدائهم وارحم موتانا جميعا وارحم ابي وعمي. اللهم احفظ ارض مصر من كل يد ارادت بها شر. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه والعمل مستمر بمنتهى القوه. يبقى على خير. كابتن عماد النحاس خلص النهارده تمرينه جديده من لعيبه النادي الاهلي الغير دوليين، مع متابعه اللعيبه الدوليه طبعا، مع المنتخب الاول للمنتخب امبارح والمنتخب الثاني النهارده اللي حقق فوز في مباراه وديه على منتخب تونس بنتيجه 1-0 عن طريق الدون محمد مجدي. لكن كنا النهارده مع مواعيد كواليس بتطلع يمكن لاول مره، في منها اللي سمعناها قبل كده في بودكاست من خالد الجوادي المترجم السابق لمارسيل كولر، والراجل كان بيكشف فيها كواليس جديده ومختلفه. اول حاجه زي كواليس غرف خلع الملابس، ان الراجل اول لما جه ما كانش عاجبه عدم نظافه غرف خلع الملابس اللي كان بيعملها اللعيبه. اللعيبه كانت بترمي هدومها، ترمي الشموز، ترمي ما اعرفش ايه. فالراجل وقف لهم قال لهم اللي بيحصل ده مش هينفع. راعوا عمال غرف خلع الملابس اللي اجورهم بسيطه وصحتهم على قدهم وافتكروه ان هو بيهزر لغايه ما ابتدى ينزل عليهم عقوبات فعلا لغايه ما رجعوا اتظبطوا. اتكلم عن مواقف حصلت ما بينه وما بين اللعيبه زي مواقف مع احمد عبد القادر وانه تبنى موهبته، لكن احمد عبد القادر دايما كان بينزل درجتين ثلاثه في نظر مارسيل كولر كل ما كان بيتظبط شويه يرجع للعبه الفردي مره ثانيه، لغايه ما حصل الكلاش اللي ما بينهم بتاع لما شوح ايد كولر لما كان بيقول له تعالى حي الجمهور. ومن بعدها كولر قرر يديله فرصه واحده بس، اتظبط فعلا بعدها ورجع اتعوج مره ثانيه ويلعب لعب فردي. فمارسيل كولر عرف انه لاعب لا يمكن الاعتماد عليه اكتر من كده. اتكلم عن برونو سافيو وانه رغم ان بدايته قويه جدا مع النادي الاهلي، ولكن على الرغم لما مراته نزلت مصر واللاعب ابتدى يتفرغ لحياته الاسريه اكتر من التمانين لدرجه ان هو كان معارض ان هو يطلع في رحلات خارجيه مع النادي الاهلي، خلى مارسيل كولر يدرك انه لا يمكن الاعتماد عليه لغايه ما وصلته اخبار اكيده انه كان بيتكلم مع الصفقات البرازيليه اللي النادي الاهلي كان بيتفاوض معاه وقت الازمه الدولاريه عندنا في مصر، ومش هيديكم مرتباتكم ولو اتعالجتوا هتتصابوا وتمشوا من النادي وهيرموكوا في الشارع. فعرف انه خاين مش ممكن ابدا يتم الاعتماد عليه. ومواقف كتيره وكتيره جدا تاكد لك ان الراجل رغم ان هو كان شخصيه هادئه الطباع على الخط، كولر ما كانش بتاع تنطيط ولا شو ولا كره جلد ولا اي حاجه، لكن الراجل كان منضبط جدا، كان ليه مواقفه قويه داخل الكره فعلا الملابس. حقيقه مارسيل كولر مدير فني ممتاز طبعا، ما حدش يقدر ينكر تاريخه مع النادي الاهلي خاصه اول سنه ونص، ولكن فقدانه الشغف اللي حصل في اخر سنه خلت الراجل تحس ان هو مش مهتم بيلعب، وهو كانه حق مكتسب ليه لما حققه مع النادي الاهلي، انه خلاص كده الدنيا بقت مضمونه بالنسبه له. كل ده خلى القصه الجميله جدا بتاعت مارسيل كولر تنتهي بسرعه، وتمنياتنا بالتوفيق للبروفيسور السويسري في مرحلته القادمه ان شاء الله. ولكن قبل ما نروح لفقره 5 ضحك وفرفشه ومنها الى الصفقات وجديد المدربين، تعالوا نتوقف مع فقره اعلام دوري القطايف واللطايف وعوده عملاق زراعه الفتنه والسف والتريقه في دوري القطايف واللطايف. استاذ خالد الغندور لسه من ساعات رايح منزل بوست بيسف فيه على الاعلام بتاع احمد السيد زيزو مع تريزيجيه في رعايه جديده من رعايات النادي الاهلي، وقال يا جماعه انا عايز اسال سؤال، هو الاعلان اللي عمله زيزو ده ميزه ولا عيبه في حقه؟ ممكن حد يرد علينا؟ والسلام عليكم ورحمه الله. هنا انا اللي عايز اسال كابتن خالد سؤال، هو حضرتك ايه اللي مزعلك في الاعلام؟ معلش يعني اولا هو ده وقته يا كابتن؟ هو مش احمد السيد زيزو دول يا بتوع الوطنيه يا محترمين يا اللي بتشجعوا المنتخب، لاعب كان متالق في صفوف المنتخب خلال المباراه اللي فاتت وجاب لنا ضربه جزاء، يبقى نقف ورا المنتخب، نقف ورا العناصر بتاعته ولا ايه يا فندم؟ ثانيا إيه مالك ومال الاعلانات بجد والله؟ ومش انتوا وقت ما كان اللاعب داخل نادي الزمالك كنتوا تشتكوا ان ما بيجوش اعلانات؟ يا سيدي ادينا بنعوضه خير، ربك بيعوض خير يا سيدي، ايه اللي مزعلك؟
ايه اللي مضايقك؟ وبعدين ايه اللي بيقلل من اللاعب؟ ايه اللي يعتبر عيبه في حق اللاعب؟ اللاعب بيوسع من المداخيل بتاعته وبيعمل اعلان، على الاقل يا سيدي ما راحش مثل في فيلم متضرب، ما راحش طلع في اعلان يترقص زي الحريم، انا اسف يعني في اللفظ، وكل واحد اختياراته بتنم عن نفسه يا كابتن خالد. انا عندي سؤال اخير لحضرتك بجد والله، انت ما بتشوفش كم التعليقات المسيئه على البوستات بتاعت حضرتك؟ طب لو انت بتشوفها وبتعمل مش من هنا، ما فيش حد من الاسره الاكاديميه يقول لك عيب يا بابا اللي انت بتعمله ده، عرتنا وسط زمايلنا؟ انا ما عنديش اي سبب يا كابتن خالد ان انت ساب التعليقات بالمنظر المهين ده غير ان انت بتاخد من وراها حسنات، صح كده؟ قول لي، اكد لي. بما اننا اتكلمنا عن الجعانين واتكلمنا عن اكبر قلاع والاعلاميين بتوعها، تعالوا نروح لفقره خمسه ضحك وفرفشه من اكبر قلعه ما بقتش مطارده بس من الفيفا، ولا مطارده من الضرايب، ولا مطارده من اتحاد الكره، بقت مطارده من النيابه العامه للاموال في دوري القطايف واللطائف. النهارده ورسميا اعلان رسمي يا جماعه ان القضيه اللي كانت مرفوعه بينظر فيها النائب العام وفاتح فيها تحقيقات على تهمه اهدار الاموال العامه الموجهه لمجلس اداره نادي الزمالك، النهارده رسميا بتحول من محكمه الاموال الجزئيه في الجيزه لمحكمه او نيابه الاموال العامه، صلاحيات كامله لضبطيه قضائيه للجهاز المركزي للمحاسبات. وده يعني ايه يا جماعه؟ ان حاليا كل المتهمين من مجلس اداره نادي الزمالك معرضين للمساءله القانونيه والحبس بالتهم الموجهه ليهم، لانهم اقسموا قسم قدام النائب العام المفروض هيحاسبوا عليه حال اثبتت التحقيقات اي حاجه عكس كده. وده يا جماعه اللي يخلينا نقول ان والله لما بنسال الاسئله بتكون منطقيه، لا كيد ولا اي حاجه. لما كنا بنسال اسئله خلال الايام اللي فاتت، هو باي اماره نادي الزمالك يطلع بيان على لسان وزاره الشباب ووزاره الاسكان يقول لك احنا قعدنا مع وزاره الاسكان وقالت لنا التظلمات اللي انتم مقدمينها دي هننظر فيها وممكن جدا انها تتحل، وكمان نديكم ارض في التجمع الخامس؟ ازاي ده يحصل من غير ما النيابه العامه والنائب العام يخلص التحقيقات بتاعته؟ ازاي يا استاذ ممدوح عباس طلع قال لك موضوع الارض ده تبريد حل يا جماعه، خلاص ارض نادي الزمالك راجعه؟ ازاي التصريحات دي تطلع والنائب العام لسه مخلص التحقيقات بتاعته؟ ازاي وزير الشباب والرياضه يطلع من يومين يقول لك انا تدخلت لحل ازمه نادي الزمالك ورغم كده ما كانش لسه انتهت التحقيقات بتاعت النيابه العامه؟ يا جماعه للاسف جمهور القلعه البيضاء من المدينه عايزين اللي يضحك عليهم بالظبط، زي ما طلع النهارده مينا ماهر مقدم البرامج على نادي الزمالك نفس بالظبط نظريه ربنا يديم الاونطه، طلع لهم هو ده حصل فعلا، ولكن نعدكم ان اداره نادي الزمالك مش هتسكت، ولو وصل بيها الامر انها تصعد للفيفا، للمحكمه الرياضيه الدوليه، لمحكمه العدل في سويسرا، هنصعد يا جماعه، مش هنسكت. اللي هو ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ قضيه منظوره في المحاكم المصريه. مال الفيفا ومال شوف يا جماعه، اكبر قلعه ربنا يديم الاونطه في دوري القطايف في اللطايف جاتكم منها فقره خمسه ضحك وفرفشه النهارده. وتعالوا بقى نروح لجديد سوق الانتقالات ومنها الى جديد الاداره الفنيه. اخبط عينك على عداد اللايكات، يلا زي ما اتفقنا بقى اول ساعه ساعتين 5 6000 لايك على الحلقه، دعم اخواتي الجبار انا دايما منتظره. واخبار مفاجاه جدا عن ان في مفاوضات بتحصل ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الجزيره الاماراتي للحصول على خدمات ابراهيم عادل. الكلام ده طلع النهارده على لسان مين؟ طلع على لسان استاذ بص في ورقتك كابتن سيف زاهر، ليه مننا كل الاحترام والتقدير. نفسي اشوف خبر واحد صح يا ابو الكباتن. وراح مطلع صوره النهارده لابراهيم عادل وقال لك من حسب مصادري الموثوقه ان النادي الاهلي تفاوض مع نادي الجزيره الاماراتي ونادي الجزيره اللي لسه شاري ابراهيم عادل ما كملش شهرين منفتح تماما على بيع اللاعب في يناير المقبل او في سوق الانتقالات الصيفيه اللي جايه. اذا هنشوف ميركاتو مشتعل للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله. طب اديني عقلك يا سيدي، نادي مشتري لاعب ب5 مليون دولار يا سيدي، هو منفتح على بيعه، هل النادي الاهلي هيروح يشتري اللاعب من نادي الجزيره الاماراتي ب5 مليون دولار؟ جماعه اللي لغايه دلوقتي مصدق ان نادي بيراميدز باع ابراهيم عادل لنادي الجزيره الاماراتي اللي ملاكه على اتفاقيه توأمه مع مسؤولين نادي بيراميدز عشان من السهل كده ان ابراهيم عادل ينتقل للنادي الاهلي بعد كده، زي ما بيقول ايه كده، يا مستني السمنه من ورك النمله لن تطبخ ولا آلي. حرفيا المعنى الحرفي للمثل ده بيندرج على خبر ابراهيم عادل النهارده. ولكن تعالوا نروح للخبر الثاني، وهو خبر جهزي معاك فيه واحده حصل يا دوله كده لما اتكلمنا عن اسد الاسلام الحملاوي، نفس اليوم اللي طلع اللي اتقال فيه اعتبروا اسد الحملاوي لاعب خلص مع النادي الاهلي واللاعب موجود مع النادي الاهلي في يناير كمان. وانا قلت لك وقتها ايه؟ قلت لك وقتها ان الكلام ده غير اكيد بالمره. قلت لك وقتها ان النادي الاهلي فعلا كان حاطط في مخططاته ان اللاعب يعتبر من اللعيبه المتقدمه في المراكز للتفاوض معاها ومتابعتها تمهيدا للتعاقد معاه في يناير. لكن لغايه دلوقتي النادي الاهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع النادي بتاعه ولا مع وكاله اعماله. والنهارده ياسين الطهري وكيل اعماله اللي كنت لسه بكلمك عنه في حلقه الصبح لما
احد المسؤولين او احد اقارب اسد الحملاوي ادلى بتصريحات ان اللاعب بيرتبط بشرط جزائي مع ناديه بقيمه 2 مليون دولار. طلع ياسين طهري اكد وقال ان اللاعب لم يتلقى اي عروض من النادي الاهلي وبشكل رسمي، واللاعب بشكل مبدئي كده مكمل مع ناديه لغايه نهايه الموسم الحالي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اسد الاسلام صعب جدا يجي في يناير. ليه؟ لان الشرط الجزائي اللي المفترض افراد اسرته قالوا عنه ده لا يفعل الا بنهايه الموسم. يعني النادي الاهلي لو عايز يشتري اللاعب لازم يدخل في مفاوضات مباشره مع ناديه او يدفع الشرط الجزائي بنهايه الموسم الحالي. لكن تاخد الخبر القنبله بقى والبوميه، اسد الاسلام الحملاوي بعد ما كان المفترض كان موجود اليومين دول في معسكر المنتخب الفلسطيني مش موجود في المنتخب الفلسطيني. بتقول ايه يا دوله؟ زي ما بقول لك كده، صحف تركيا كشفت ان اللاعب موجود دلوقتي في اليونان رغم انه كان المفروض يكون موجود في معسكر المنتخب الفلسطيني. والاخبار المنتشره، هل اللاعب بيتمرد على ناديه في الوقت الحالي للضغط الانتقال لاحد الانديه الثانيه؟ الخبر زي ما عرضته لك كده في الصوره، ما بنجيبش حاجه من عندنا يا جماعه. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام اللي جايه. وتعالوا بقى نروح لجديد الاداره الفنيه في النادي الاهلي والاسم الجديد اللي الاعلام اتكلم عنه النهارده، وايه الاسم اللي انا جاي اكلمك عنه النهارده في اخبار كتيره منتشره. نعود من جديد للمدير الفني الالماني الشاب صاحب ال 42 سنه ايدن تريزيتش، المدير الفني السابق لنادي بروسيا دورتموند. طبعا الاسم مش غريب عليكم لان كنا اتكلمنا عنه في فتره اختيار المدير الفني قبل بطوله كاس العالم للانديه. الراجل ده ليه ما اقتربش حتى الان من اداره النادي الاهلي؟ لان ببساطه زي ما قلت لك، رغم ان اللاعب اداره النادي الاهلي جست نبضه كده قبل بطوله كاس العالم، لكن الراجل وقتها كان مرشح لاداره نادي ميلان الايطالي قبل ما يقال سيرجيو كونسيساو من نادي الميلان. ولغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، رغم ان هو غير مرتبط بالعمل مع اي نادي، لكنه مازال مرشح لغايه دلوقتي لان هو يحصل على منصب المدير الفني في نادي بايرن ليفركوزن بعد اقاله إيريك تين هاج المدير الفني الهولندي. اذا الراجل لغايه دلوقتي السكك مفتوحه كتيره جدا في اوروبا بالنسبه له، وصعب جدا ان هو يجي للنادي الاهلي. لكن ايه رايك لما اجيب لك النهارده بروفايل برشحه هو البروفيسور اللي درب ايدن تريزيتش وفي نفس الوقت واحد من قاهرين مارسيل كولر في الدوري الالماني؟ ايه رايك لما اقول لك على البروفايل ده النهارده اللي ما حدش اتكلم عنه لغايه دلوقتي؟ ركز معايا كده واسمع معايا. بنتكلم عن المدير الفني السويسري صاحب ال 64 سنه اللي يعتبر اكبر مدير فني سويسري معاصر ادار انديه اوروبيه على مستوى العالم. بنتكلم عن الخواجه السويسري البروفيسور اللي بيطلقوا عليه مجنون التحليل لوسين فافر، المدير الفني او فافر صاحب ال 64 سنه. المدير الفني جاي بزوجه كمدير فني قوي مع نادي زيورخ، خد معاهم على مدار موسمين بطوله الكاس وبطوله الدوري، وده اللي اهله ان هو ينتقل لنادي هيرتا برلين في الدوري الالماني. هيرتا برلين ادار معاهم لمده سنتين ونص. اول موسم انقذهم من الهبوط، الموسم الثاني حقق معاهم المركز الرابع على مستوى بطوله الدوري واهلهم لاول مره للتصفيات المؤهله لدوري ابطال اوروبا، والموسم الثالث قادهم للمركز الثالث المؤهل بشكل مباشر لبطوله دوري ابطال اوروبا. في الموسم ده او الموسمين دول لما كان بيدرب نادي هيرتا برلين واجه مارسيل كولر اللي كان بيدرب في الدوري الالماني الممتاز وقتها نادي بوخوم، واجهه 4 مرات. كسب مارسيل كولر مرتين بنتيجه 2-1، مره تعادل معاه بنتيجه 1-1، ومره وحيده خسر منه بنتيجه 1-0. نجاحاته الكبيره جدا مع هيرتا خلت نادي بروسيا مونشنجلادباخ يختاره كمدير فني جديد، قعد معاهم لمده 3 سنين. وبعد ما النادي تاني كان بيصارع على الهبوط او للنجاه من الهبوط، قدر ان هو في خلال الموسمين الاخيرين ليه ان هو يحقق معاهم نتائج ممتازه جدا، وصلهم ان هو يتاهلوا برضه لبطوله دوري ابطال اوروبا وحقق معاهم نتائج ممتازه. خلى نادي نيس يختاره عام 2018 كمدير فني ليه، وكان نادي نيس وقتها كان بيتلطم في الدوري الفرنسي، عمل معاهم مواسم قويه جدا وختمها معاهم بموسم اخير في موسم 2017 2018 لما خلاهم لاول مره في تاريخ النادي يتاهل لبطوله دوري ابطال اوروبا بعد احتلالهم للمركز الثالث، وانتقل بقى رسميا في اكبر محطه تدريبيه ليه في حياته مع نادي بروسيا دورتموند اللي في سنتين نافس فيهم نادي بايرن ميونخ طبعا البطل المعتاد للدوري الالماني لمده سنتين، خد فيهم المركز الثاني موسمين ورا بعض، وقدر ان هو يحقق معاهم بطوله كاس المانيا. ولكن بعد ما عمل معاهم مواسم قويه جدا في بطوله دوري ابطال اوروبا حصل له انتكاسه مفاجاه في اخر ايامه بهزيمه ثقيله من نادي شتوتجارت بنتيجه 4-1 تقريبا، ولا على قصره وتم اقالته. بعد كده رحل في رحله سريعه لنادي نيس، قعد معاهم حوالي 19 او 15 ماتش، وبعد ما رحل من عندهم لسوء النتائج كان على اعتاب ان هو يدرب في نادي كريستال بالاس في الدوري الانجليزي، وبعد ما تمم معاهم كل الاتفاقات. لكن بعد ما تمم الاتفاقات قال لهم اسف، شايف ان انا محتاج فتره راحه طويله جدا، خلال الفتره دي ابتعد فيها عن عالم كره القدم وبعد كده ارجع لما اكون مستعد للعوده مره ثانيه. والكواليس وقتها كشفت انه لم يتفق في النهايه على الميزانيه المحدده لدعم الفريق بالصفقات اللي هو عايزها، فلقى ان المشروع مش هيكون ناجح بالنسبه له، ففضل
يفضل ان هو ياخد فتره راحه وقتها مستمره، حتى الان داخله في العام الثاني على التوالي او يمكن كسرت سنتين بعيد عن التدريب في الوقت الحالي. اذا بنتكلم عن مدير فني ممتاز يعتبر ليه بصمه قويه جدا في كل الفرق اللي دربها، سواء على مستوى البطولات القاريه او البطولات المحليه. مدير فني درب انديه على مستوى العالم كبيره جدا زي نادي نيس، زي نادي بروسيا دورتموند. والاهم كمان من انه مدير فني متاح ولا يرتبط باي نادي دلوقتي، ان الراتب بتاعه لم يكن يتجاوز 4.5 مليون يورو، وده سقف رواتب قريب من السقف اللي النادي الاهلي قرر يدفع فيه سقف الراتب بتاع المدير الفني بتاعه. بروفايل شايفه ممتاز جدا من مدير فني قوي، مدير فني الكل كان بيتكلم عنه انه ظابط ومنظم جدا في غرف خلع الملابس، راجل ملوش في النوش، ملوش في التنطيط على الخطوط، راجل بيركز جدا في تحديد الخصوم بتاعه. شايفها مدرسه مناسبه جدا للنادي الاهلي زي ما اختار كده مارسيل كولر في نفس الظروف تقريبا. شير ومنشن لقناه النادي الاهلي وكابتن احمد شوبير وكل الميديا الاهلاويه عشان الترشيح ده يوصل لاداره النادي الاهلي، وانا بحاول بطرق الخاصه اوصل الترشيح وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. انتوا كمان قولوا لي او تقيموا من 0 من 10 كام بروفايل لوسين فافر المدير الفني اللي رشحناه النهارده، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.